نرجع للناس اللي كانوا قاعدين بيحفروا لحد ما يلاقوا الكنز فعلا. هحكي لك قصة حلوة قوي عن ولد اتولد في قرية اسمها جي في إيران. ليه الإسلام دايما تلاقيه واقف لوحده كده، مش بيحاول حتى يطور من نفسه أو يجدد من أفكاره. ولما كان أبوه من أهل النار حالا ومآلا، الولد كان برضه بيعبد النار. في طريقه للبستان يعدي على كنيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في بودكاست الصبح بكري، البودكاست اللي بنحاول نخلي فيه حياتنا أفضل بالعلم أو بالعمل. والنهاردة عندنا سؤال صعب جدا، والأصعب هو محاولة الإجابة عليه بكل موضوعية. هو ليه الناس بتكره الإسلام؟ أكيد مش كل الناس، بس خلينا نبقى صراحة، معظم الحكومات والأيديولوجيات الأخرى ضده. ليه الإسلام دايما تلاقيه واقف لوحده كده، مش بيحاول حتى يطور من نفسه أو يجدد من أفكاره أو خطاباته؟ تحسه حتى مش بيبذل مجهود عشان يكسب أرضية أو يجيب حتى أتباع جدد، مش عايز يتماشى مع الأفكار الحداثية والقيم والمبادئ المنتشرة واللي شئنا أو أبينا بتحكم العالم كله. ليه الإسلام مش بيسمح بشرب الخمور ويكتب روايات إباحية ويتاجر بالربا ويعترف بزواج الشواذ؟ ليه الإسلام مش بيقعد على ترابيزة القمار ويسمح بالحرية الجنسية وينتج أفلام بمعايير هوليودية؟ ليه مش بيشجع على الاستهلاك وينصهر في النظام الاقتصادي العالمي؟ ليه الإسلام غريب؟ عشان نجاوب على الأسئلة دي هنقسمها لجزئين. الجزء الأول هو سؤالك الأخير، هو ليه الإسلام غريب؟ أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما كانش بيصدر حكم قضائي على الإسلام بأنه هو هيفضل غريب، ولكن كان استشرافا للمستقبل مبني على فهم لواقع الدنيا وسنة التدافع التي فطر الله الناس عليها، وفي نفس الوقت بشارة للفئة اللي هيتحملوا شعور الغربة ده ويفضلوا مستمسكين بهذا الدين، الفئة اللي شبههم النبي في حديث آخر بالقابضين على الجمر. بس تعالى قبل ما نخش في الموضوع نفكر يعني ايه غريب. مش قصدي المعنى بقى لغة واصطلاحا والكلام الكبير قوي ده، لكن انا عايزك تفكر انت شخصيا في موقف عدى عليك، كنت في مكان ما، في بيئة ما، في وسط ناس حتى بتحتك بيهم وتتكلم معاهم، بس حسيت نفسك غريب. ارجع للحظة دي كده وتأمل، ليه حسيت الشعور ده؟ في الغالب حسيته علشان كان في فجوة كبيرة بينك وبين المحيط بيك، او على الاقل خالص ما كنتوش شبه بعض. تربيتك غير تربيتهم، عاداتك، افكارك، احلامك، طموحاتك، او وده الاهم، مبادئك غير مبادئهم. مش بتكلم هنا عن قبولك ليهم من عدمه، انا بس بتكلم عن شعور الغربة اللي انت كنت حاسس بيه. وعشان افهمك كان ايه قصد النبي بغربة الاسلام، هحكي لك قصة حلوة قوي عن ولد اتولد في قرية اسمها جي في ايران، او فارس كما كانت تسمى وقتها. عايزك تتخيل فرحة ابوه رئيس القرية وهو شايله، عايزك تتصور حب ابوه الشديد ليه، الحب اللي خلاه يحبسه في البيت من كتر خوفه عليه. فما كان من هذا الولد اللي نشأ في بيت السلطة والزعامة الدينية بالتبعية إلا إنه يجتهد في العبادة. ولما كان أبوه من أهل النار حالا ومآلا، الولد كان برضه بيعبد النار، وفضل يترقى في العلم والعبادة لحد ما بقى هو خادم النار والمسؤول عن دوام اشتعالها. وعاشوا على هذا الحال لحد ما في يوم يتشغل أبوه وما يروحش يسقي بستانه اللي في أطراف القرية، فيضطر إن هو يبعت ابنه. فالولد وهو في طريقه للبستان يعدي على كنيسة، يسمع صوتهم، صلواتهم، عبادتهم، فتعجبه وينبهر بيها، ويخش ويقعد معاهم ويسألهم هو الدين الجميل ده موجود فين؟ فيقولوا له أصل هذا الدين في منطقة تسمى الشام. فيرجع لأبوه اللي بيسأله انت اتأخرت ليه؟ فالولد يجاوب بكل صدق عديت على كنيسة وعجبتني صلاتهم ودينهم فقعدت معاهم. أبوه يتخض ويقول له لا، ازاي انت دينك أحسن؟ رد الولد بكل براءة وقال له لا، هم دينهم أحسن. أبوه خاف منه والأكتر خاف عليه وحبسه تاني، بس المرة دي ربط رجله في البيت عشان ما يروحش في أي حتة. بس الولد ما يسكتش، يبعت رسالة لأهل هذه الكنيسة إنهم يعرفوه لو مجموعة منهم هيروحوا الشام عشان هو عايز يروح معاهم. المهم يبلغوه فيحتال بحيلة ويهرب. ويهرب دي مش كلمة سهلة، يهرب دي معناها انه سايب حياة العز والراحة اللي ابوه موفرها له مهما تخللها من معاناة، لكنها في النهاية حياة ما يعرفش غيرها. هيسيب كل ده ويخرج للمجهول لحد ما يوصل للشام ويسأل الناس هو مين أكتر واحد عالم في هذا الدين، فيقولوا له الأسقف في الكنيسة. فيروح له ويقول له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. فالأسقف يوافق والولد يعيش معاه فترة، لكنه يجد رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ويشجعهم عليها، وبعد ما يدفعوها يسرقها ويخبيها لحد ما مات. فلما جم الناس يصلوا عليه الولد قال لهم على فكرة لقد كان رجل سوء يفعل كذا وكذا. قالوا له وكيف عرفت؟ قال لهم أدلكم على مكان كنزه. وهنا
نقطة على جنب كده الصراحة، ما خبيش عليكم لما سمعت القصة دي أول مرة خضتني فكرة إن الواحد ممكن ربنا يبقى ستره ويديله فرصة يتوب لحد ما يموت وبرضه الإنسان ما يتوبش فيكشف عنه الستر. نعوذ بالله من كشف الستر في الدنيا والآخرة. نرجع للناس اللي كانوا قاعدين بيحفروا لحد ما يلاقوا الكنز فعلا ويجدوا حاجتهم اللي كانوا بيدوها له فيقولوا لا والله لا ندفنه أبدا. ومش بس كده، دول يصلبوه ويرجموه. وبعدين يجي أسقف تاني مكانه والولد على حاله في خدمة الكنيسة، فيجد هذا الأسقف الجديد رجلا عابدا ناسكا زاهدا حقا لا يكف عن العبادة في كل وقت وفي كل حين. الولد يحبه ويفضل معاه ويفضل يخدمه لحد ما الأسقف ده يبقى خلاص هيموت. فالولد يقول له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. ويموت الأسقف والولد يخرج في رحلة شاقة من الشام للموصل في العراق، ويوصل للراجل ده ويعيش معاه ويلاقيه فعلا رجل خير كصاحبه. فلما حضرته الوفاة قال له نفس اللي قاله للأسقف في الشام، فقال له والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. ويموت صاحب الأسقف ويخرج الولد في رحلة تانية من الموصل في العراق لحد عمورية في تركيا حاليا، ويجد الراجل ده فعلا ويلاقيه زي ما قالوا عليه كصاحبيه في الورع والعبادة، لحد ما برضه يحضروا الموت فيسألوا الولد نفس السؤال. لكن الفرق إن الرد هنا اختلف، وهنا الشاهد من القصة. الراجل قال له أي بني ما أعلم من أصبح على ما كنا عليه أحدا من الناس آمرك أن تأتيه، نقطة. لكنه يديله بشرى ويقول له ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، وقال له صفات هذا النبي عشان يعرفوا ويكتشفوا لما يشوفوا. وباقي القصة الحقيقة أروع بكتير من بدايتها، لكن أنا هقف هنا منعا للإطالة وهسيب لكم قصة سيدنا سلمان الفارسي واللي سمي الباحث عن الحقيقة مكتوبة ومسموعة للي بيحب يقرأ أو بيحب يسمع. ولازم تروحوا تشوفوها عشان تنبهروا بقصة واحد طاف الأرض كلها بحثا عن الحق حتى آتاه الله وأتاه. وهقف هنا عند الغربة الكاملة دي، الأرض كلها مفيش عليها حد بيعبد ربنا عبادة حقة في اللحظة دي. تخيل، ولا أقول لك بلاش تتخيل، في كتاب اسمه ماذا خسر العالم تأليف أبو الحسن الندوي بيذكر فيه حال الأمم كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوصف الظلام اللي ساد الأرض كلها، وفي وسط هذا الظلام يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج لوحده عشان يغير العالم كله. شفت غربة أكتر من كده؟ واحد خارج لوحده بينادي بأفكار مختلفة مش بس على بيئته لكن على بيئات تانية كتير مختلفة، مش بس على عصره لكن زي ما الزمن ورانا مختلفة على عصور كتير جت بعده. ترى هذا الاختلاف بأذنك في كلمات جعفر بن أبي طالب وهو بين يدي النجاشي لما قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام نسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج من استطاع إليه سبيلا، فصدقناه وآمنا به. وأنصحك الصراحة تراجع كلام سيدنا جعفر بن أبي طالب اللي هيديك دروس في الحكمة وفصل الخطاب، واللي كان بيواجه بيه واحد من أحكم الناس وأذكاهم وهو سيدنا عمرو بن العاص. وسيدنا عمرو بن العاص يسمع الكلام فما يعرفش يرد. تخيل سيدنا عمرو بن العاص اللي لما كانوا بيشوفوا واحد بيتأتأ ومش عارف يتكلم يستغربوه ويقولوا سبحان من خلق هذا وخلق عمرو، ما يعرفش يرد، وكانوا وقتها لسه على الكفر. ومحاولاته لما كان بيوقع بين النجاشي وبين المسلمين المهاجرين للحبشة ويقول للنجاشي لما يحس انه خلاص هيخسر اسألهم ماذا يقولون في المسيح، السؤال اللي كان بصراحة مأزق، والرد الذكي جدا اللي ربنا ألهمه للمسلمين وقتها
انصحك تروح تقرا القصه، بصراحه برضو لطيفه جدا يعني. لكن اللي انا عايزك تركز فيه هنا هو كميه الاختلافات والتباين الشديد بين حال العرب قبل الاسلام والحال التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا التباين وتلك الاختلافات هي اكتر حاجه الناس بتستغربها من الاسلام. الفكره بقى ان اكتر حاجه الناس بتستغربها من الاسلام دي بتعتبر اخص خصائصه واهم ما يميزه. انا بعتبرها وبشبهها بالنضاره. نضاره كده عامله زي الفيرتشوال رياليتي، بس هي مش فيرتشوال، ده اكتر ريل رياليتي هتمر بيها. نضاره لو حطيتها على عينك هتشوف كل حاجه، بمعنى كلمه كل حاجه، بمنظور مختلف. كل التعريفات هيعاد صياغتها وتتغير معانيها مهما كانت صعبه. وخلينا نوقف هنا منعا للإطالة، على وعد بلقاء جديد الأسبوع الجاي إن شاء الله. هنكمل فيه كلامنا عن نظارة الإسلام، وهنجاوب هو ليه الناس بتكرهه وليه هو مش بيحاول يغير نفسه. ولحد ما نتقابل خلونا نحط نقطة ونبدأ من أول السطر.